بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طالعين على السطوح. الحمام ده تبع والدتي، وطبعا عندها حاجات غير اللي عندي خالص، بس هي حطهم طبعا بتحطهم في مكان وانا في مكان. وده الوز الذكر كبير والنتايتين دول بتوعي، والذكر والنتاية دول بتوعها. بس هي تقريبا هتبيعهم مش هتخليهم، لان هي مش بتحب تربية الوز. بتقولي ده تربية فاشلة عشان بيقعد طول السنة بياكل وفي الاخر مش بيطلعه، وممكن يطلع ممكن لا. فقالت لك لا، انا عندي البطه بتبيض وبتطلع على طول، فيعني ايه، ربنا يرضينا منهم. يعني طبعا الحمام ده انا ماليش فيه غير الحمام الهزاز اللي هو الابيض، والابيض في اسود دي بس. انما الحمام ده كله بتاع والدتي. وطبعا عندها كام فرخه وكام بطه كده، وربنا يبارك لها فيهم ويبارك لنا احنا كمان. ده الوز بتاعها طبعا. دول بتوع الذكر والنتاية دول، هي واخداهم مني اصلا. هي بدلتني بيهم اصلا، يعني مش اشتريتهم، يعني عطتني بدلهم حاجات وانا خدت بدلهم حاجات. اخدت ايه بقى؟ اخدت بدلهم كام فرخة. كان عندها فرخة راقدة، كانت فرخة بلدي راقدة مطلعة لها بتاع حوالي 8 تقريبا، وهي كملت عليهم السوق. فانا اخدت منها 4. طلع عشان يعني انا ما عنديش فراخ، فانا ممكن اخد منك اللي هم دول يعني. طلع لها 8، واشتريت منهم من السوق كام واحدة كده يعني. وربنا يبارك لها. طبعا هم كلهم مع بعض، انا بطلع باكل كله، وهي ما بتطلع برضه بتطلع تاكل كله، لان احنا بنجيب اكل من حد تبع مطعم يعني. رز بسمتي، عيش، سمك، حاجات كده، فول، عيش، اي حاجه من الحاجات بتاعت باقي المطاعم. وساعات بيبقى مطعم من بتاع اللي هو مطعم الكشري دي، فبيبقى كله مكرونه. بيبقى نضيف جدا طبعا عشان تروح تشتري دلوقتي اكل.